السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي والشياس وأخصائي نفسي. بنكمل أسئلتنا للسادة المشاهدين. والسؤال كان بيقول لي: هل يعيش والد الطفل الوحيد حياة أسرية أسعد حالة من التي يحييها أولئك الذين أنجبوا العديد من الأبناء؟ ده السؤال اللي معايا، هنجاوبه لحضراتكم حالا. تعلمون جيدا أن هناك آثار نفسية سيئة بتظهر على والدي الطفل الوحيد، وهي القلق والخوف الدائم عليه، والسيطرة التامة على كافة حركاته وسكناته، بحيث تطمس معالم شخصيته وتفلس نفسيته وتحدد حركته لتكون كما يريد الوالدان وليس كما يريد هو. وأسرة الطفل الوحيد يسودها التوتر الشديد الذي يظهر أحيانا في الخلافات الزوجية المستمرة حول طريقة تربية الطفل، وكثيرا ما يخطئ الوالدان في رعاية وتربية الطفل الوحيد نتيجة لفرض الرقابة والرعاية والحرص الشديد عليه والإفراط في تدليله والاستجابة الفورية لمطالبه. السؤال اللي احنا برضك ممكن نعرفه مع بعض دلوقتي: ايه هي الطرق العلمية لتفادي المشاكل النفسية للطفل الوحيد؟ ما هي الطرق العلمية لتفادي المشاكل النفسية للطفل الوحيد؟ إن تجنب الأسرة أو لما تنجب الأسرة طفلين أو ثلاث على الأكثر، فتتجنب الآثار السيئة للطفل الوحيد، وفي نفس الوقت بتتجنب الأسرة والمجتمع الآثار الخطيرة الناجمة عن زيادة تعداد السكان. ويمكن للأسرة ذات الطفل الوحيد أن تتجنب هذه الآثار النفسية السلبية بخلق جو أسري أخوي بالنسبة للطفل من خلال اختلاطه بمن في مثل سنه من الأصدقاء والأقارب، وإيجاد أصدقاء له بمثابة الأخوة لينشأ بينهم وهو يشعر بمعنى التعاون والتنافس بين الأخوة والمحبة. هناك طبعا جانب إيجابي في موضوع الطفل الوحيد، وهو أنه عادة لا يتعرض لضغوط نفسية أو منافسة داخل العائلة من غيره من الإخوة والأخوات، وهذا يعمل على خلق شخصية منبسطة خالية من العقد إذا ما وجد التربية النفسية السليمة من الأبوين. فعلى الوالدين تقع مسؤولية كبيرة في تشكيل نفسية طفلهما، خاصة في الفترة من 3 إلى 7 سنوات، ثم بعد كده في فترة المراهقة اللي بتبدأ من سن 11 سنة عند الإناث أو 12 سنة عند الإناث، وسن 13 سنة عند الذكور. وينبغي أن تتفادى أسرة الطفل الوحيد جو التوتر والخوف والقلق النفسي، لأن هذا التوتر بينعكس عليه ويجعله ضعيف الشخصية مفلس النفس لا يعتمد عليه. وبدلا من الإفراط في التدليل أو في القسوة، ينبغي أن يتبع الوالدان أسلوبا معتدلا لا يقوم على التوجيه والتقويم بحزم، ولكن في حنان وجو من الحب، وهكذا تصبح شخصية الطفل ناضجة ويشب سويا، يستطيع أن يتحمل مسؤوليات والديه في شيخوختهما، ويصبح إنسانا له دور إيجابي داخل أسرته الصغيرة وفي مجتمعه الكبير. طيب نشوف حضراتكم سؤال تاني بيقول لي: كثيرا ما نجد أطفالا يغضبون لأقل الأسباب، لذا نريد أن نتعرف من سيادتكم على نوبات الغضب التي تعتري بعض الأطفال. حاضر، هنجاوب على السؤال دون، وهو طبعا سؤال مهم جدا جدا. نوبات الغضب أحيانا بتكون تعبيرا عن القلق والخوف، ده لازم نعرفه. الطفل اللي هو متقلب بطبيعته، يعني مثلا في دقيقة يرغب في أن يكون مستقلا، وفي دقيقة تانية أخرى يريد العكس،
والأطفال الصغار وخاصة من هم أقل من الثالثة لا يعون لا يعي مفهوم الزمن والمقصود بالوقت، بعكس طبعا البالغين. يعني ممكن الطفل الساعة 12 بالليل عايز مامته تنزله، هو ما يعرفش الساعة 12 بالليل من 12 الظهر. طيب الأطفال البالغين طبعا اللي اتربوا على الصبر والتحكم في عواطفهم، حتى ولو رغبوا في شيء ما رغبة شديدة بيقدر ان هو يسيطر على هذه الرغبة. اما الطفل الصغير فهو يعيش من اجل لحظته، فهو اذ يرى باكو من البسكويت على المنضدة يريده في التو واللحظة، وليس بعد 5 دقائق مثلا ان يعثر عليها. وقد يثور الصغير لسبب قليل الأهمية كألا يستطيع أن يدخل المكعبات بعضها في البعض، أو عندما يمسك أخوه أو أخته الأصغر لعبته المفضلة، أو عندما نطلب منه أن يرتدي ثوبا لا يحبه. مثل هذه الأشياء أعزائي المشاهدين بتجعل الصغير يصيح ويبكي ويتلوى على الأرض في ثورة عارمة لأنه لم يحصل على ما يريده. وأثبتت دراسة حديثة أن أقل من 50% من الأطفال دون الثالثة تحدث لهم نوبات الغضب، هذه على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع، والغالبية تحدث لهم كل يوم، ويتوقف عدد نوبات الغضب ودرجة شدتها على شخصية الطفل ومزاجه، وفي بعض الأحيان على درجة ذكائه. والصغار الذين يعانون من كثرة نوبات الغضب يميلون عادة إلى الحيوية ويتمتعون بالذكاء، إنهم يعرفون ما يريدون ويرغبون في عمل الكثير من الأشياء، ويتضايقون للغاية من الأشخاص الذين يقفون عقبة في سبيل تحقيق رغباتهم. ولذلك فإن كثرة القيود التي تعوق حركاتهم تؤدي بلا شك إلى نوبات الغضب، وتبدأ معظم نوبات الغضب في الصغار الذين يبلغون من العمر 18 شهرا، وأسوأ الأنواع هي التي تكون في سن الرابعة. فالأطفال عندما يكبرون يتعلمون ببساطة كيفية التعبير عن أنفسهم بطريقة أفضل، وعندما يستمر الصغير في الصياح والصراخ رغم تقدم عمره فهذا يدل على أن أسباب غضبه أكبر وأعظم. وبعض هؤلاء الصغار تستمر نوبات الغضب لديهم حتى بعد دخولهم المدارس الابتدائية، ولكن هؤلاء الذين يعانون من نوبات غضب مستمرة عددهم طبعا يعتبر ليس بالكبير. ده بالنسبة لإجابتنا على هذا السؤال. السؤال اللي بعد كده بيقول هل من الممكن تفادي نوبات الغضب هذه؟ هل من الممكن تفادي نوبات هذا الغضب؟ طبعا الإجابة على هذا التساؤل بصفة عامة تأتي بالنفي. لا طبعا. ليه؟ على الرغم من أنه لو عرف السبب المباشر لنوبة الغضب هذه كالتعب أو الجوع أو خلافه فإنه باستطاعتنا التقليل من حدتها. وإذا كان الطفل قوي الإرادة ولا يأخذ بمسالمات الأمور ولا يقنع بكلمة لا التي يوجهها إليه والداه، فإن مثل هذا الصغير تكون ثورته ونوبة غضبه عنيفة عندما تكون كلمة لا هي الرد الدائم لكل ما يريده. ونوبات الغضب لا تعني إطلاقا أنك لا تعطي صغارك الحب والحنان المطلوبين، فحتى معظم الأطفال الذين يغدق عليهم والداهم بالحب يعانون من نوبات الغضب هذه. ولكن هناك خطأ شائع بين الوالدين وهو مضايقة الصغير باستمرار والشكوى والتذمر منه وإزعاجا. مثل هذه الأمور بتجعل الوالدين في نظر الصغير أسوأ من غيرهما، وتصل حدة نوبات الغضب إلى ذروتها في اليوم الذي تزداد فيه مضايقة الوالدين للصغير، وقد يساعد من تخفيف حدة الغضب للصغير السماح له بالتنفس عن طاقاته الزائدة بالجري والقفز. وإذا كان المنزل الذي يقطن فيه صغيرا ولا توجد فيه المساحات الكافية لمثل هذا النشاط فمن الممكن تحديد ساعة يومية يمكنك فيها اصطحابه إلى حديقة عامة أو نادي ينطلق فيه ويخرج طاقاته الزائدة. ومع ذلك فمن الأفضل أن يحاول الوالدان إيجاد مساحة كافية في المنزل يستطيع فيها الطفل أن يجري ويقذف ويلعب دون أن يؤذي نفسه
أو الآخرين، أو يتلف الأشياء الثمينة الموجودة بالمنزل. وخلال نوبة الغضب يقوم الصغير بعمل أي شيء، فبعضهم يصيح ويصرخ، وبعضهم يرفس بقدميه، ويلقون بلعبهم أو بأي شيء آخر تطوله يداهم. وبعض الأطفال يشعر بالرغبة في القيء أو بضيق في التنفس عندما يصل الغضب إلى قمته. ونوبات ضيق التنفس هذه يمكن أن نعتبرها نوعا من التنبيه، فعلى الرغم من أن الطفل لا يستطيع أن يؤذي نفسه عضويا، إلا أنه يستطيع التوقف عن التنفس حتى يصبح لون وجهه رماديا أو احمراريا حتى يزرق لونه، وهو في مثل هذه الحالة يفقد الوعي، ومع ذلك فإن مقاومة جسمه ترفع الهواء مرة أخرى إلى رئتيه قبل أن يصاب بأي ضرر، فمن يقلقش. وأحسن طريقة لعلاج مثل هذه النوبات تكمن في تجنب المواقف التي تعمل على إشعالها، ولكن في معظم الحالات لا يوجد معنى من اندلاعها، وكل ما يستطيع عمله في مثل هذه الحالة هو محاولة منع الصغير من إيذاء نفسه أو الآخرين أو الأشياء المحيطة به قدر المستطاع. ومن الأفضل أن تكبح جناح الصغير أثناء فور غضبه حتى يمكنك تهدئته وإراحته عندما تنتهي. ولكن بالنسبة لبعض الأطفال فإن محاولة تقييده وكبح جناحه قد تؤدي إلى زيادة غضبه، ولكن إذا كان في استطاعتك أن تتجاهل نوبة غضبه هذه والانشغال بأي شيء آخر، فإن ذلك يظهر للصغير أنك لا تعبأ كثيرا باستعراض هذا، وبهذه الطريقة فإن نوبة الغضب تنتهي بصورة أسرع. ولكن بعد أن ينتهي كل شيء فإن عليك أن تضمه بحنان كتعبير عن رغبتك في عدم مضايقته. شفت الأطفال أذكياء أوي إزاي؟ بس لازم احنا نكون أذكى منهم. كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياسي والأخصائي النفسي. تواصل معايا رجاء الاتصال على 012 36 90 535 أو عن طريق الإيميل سعد_أستاذ online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.